ام راديو. مرحبا مستمعينا الكرام، والبداية بأبرز العناوين. غامبيا تجدد دعمها لسيادة المغرب على الصحراء المغربية. الوزراء العرب والمسلمون يكررون النداء من أجل وقف فوري لإطلاق النار بغزة. وزارة الداخلية تفتح سجلا لتعداد ضحايا زلزال الحوز. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. جدد وزير الشؤون الخارجية الغامبي مامادو تنغارا يوم الاثنين دعم بلاده لسيادة المغرب على الصحراء المغربية. وقال تنغارا خلال ندوة صحفية بالعاصمة المغربية الرباط على هامش لقائه مع وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن موقف غامبيا بشأن مغربية الصحراء واضح ولا لبس فيه. وذكر تنغارا أن غامبيا كانت من أوائل الدول التي افتتحت قنصلية عامة بالداخلة، مضيفا أن بلاده وقفت دائما إلى جانب المغرب في الدفاع عن وحدته الترابية وسيادته على الصحراء المغربية. وخلال المؤتمر الصحفي حيّ الدبلوماسية المغرب على الزخم الكبير للتضامن الذي أبداه الشعب المغربي خلال زلزال الحوز، وأشاد بجهود الدولة المغربية بقيادة الملك محمد السادس لمساعدة المتضررين ومواجهة تحدي إعادة الإعمار. جدد الوزراء العرب والمسلمون دعوتهم يوم الاثنين إلى وقف فوري لإطلاق النار لإيقاف حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد غزة. اجتمع مسؤولون رفيع المستوى من الدول العربية والإسلامية اليوم في بكين، التي تستضيف قمة تضم وفدا من وزراء خارجية فلسطين وإندونيسيا ومصر والمملكة العربية السعودية والأردن، وتهدف القمة إلى مناقشة الوضع المدمر في غزة. وخلال الحدث أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إدانة بلاده لحرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل، واتهم المالكي إسرائيل بالسعي إلى إنهاء وجود الشعب الفلسطيني على ما تبقى من أراضيه التاريخية. كما استنكر متحدث باسم الخارجية المصرية هذا الوضع، بما في ذلك تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. وأضاف أن مصر تبذل قصارى جهدها لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، إلى أن سياسة إسرائيل في عرقلة دخول المساعدات هي سياسة ممنهجة تهدف إلى دفع الفلسطينيين إلى مغادرة القطاع تحت وطأة القصف والحصار. ونقلت الجزيرة عن المتحدث قوله. كما أثار وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان السعود إحباط السعودية من جرائم إسرائيل، مشددا على ضرورة وقف القتال والقتل في غزة. وقال السعود يجب علينا إيصال الإمدادات الإنسانية إلى غزة على الفور. وعلق كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي على الوضع في غزة، مؤكدا دعم بلاده للقضية العادلة للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه ومصالحه الوطنية المشروعة. كما تعهد وانغ بأن الصين ستعمل على قمع القتال في غزة في أقرب وقت ممكن، وتخفيف الأزمة الإنسانية وتعزيز تسوية مبكرة وشاملة وعادلة ودائمة للقضية الفلسطينية. أعلنت وزارة الداخلية أنه سيتم فتح سجل لتعداد ضحايا زلزال الحوز على أن تستمر عملية التقييد إلى غاية 16 يناير 2024. وذكرت الوزارة في بلاغ لها اليوم الثلاثاء أنه في إطار القانون رقم 110/14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، تعلن وزارة الداخلية أنه تبعا لقرار رئيس الحكومة رقم 358/23 بتاريخ 13 أكتوبر 2023 الذي تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 7240 بتاريخ 19 أكتوبر 2023، وتم بموجبه إعلان زلزال الحوز الذي عرفته بلادنا يوم الجمعة 8 سبتمبر 2023 واقعة كارثية. وأشارت الوزارة إلى أن عملية التقييد ستستمر إلى غاية 16 يناير 2024
2024 إما مباشرة بالمكاتب المخصصة لهذه الغاية على صعيد القيادات والملحقات الإدارية المعنية أو عبر البوابة الإلكترونية www.recensementcatastrophique.ma، وذلك من قبل الضحية نفسها أو ذوي حقوقها أو أي شخص ذاتي أو اعتباري له علاقة بالضحية. وعلى إثر عملية التقييد يبرز البلاغ سيتسلم المصرح وصلا ورقيا مؤرخا ومختوما يحمل رقما مرجعيا ويثبت هذه العملية. أما في حالة التقييد عبر البوابة الإلكترونية فسيتم تحميل هذا الوصل إلكترونيا. قال رياض مزور وزير الصناعة والتجارة إن تنافسية التجارة الخارجية وصلت لمستوى عالمي، إذ يصدر المغرب 420 مليار درهما من المنتوجات، مما جعل قيمة صادرات منتوجاتنا تتضاعف ب6 مرات في 24 سنة الأخيرة. وكشف مزور أثناء جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين أنه لا بد من العمل على تنزيل ميثاق الاستثمار وسن سياسات استثمارية تعزز الدينامية الاقتصادية في المدن المغربية، مشيرا إلى أن هناك 6000 مصدر في المجمل يصدرون منتوجاتهم للخارج، 4000 منهم بشكل منتظم. قال المتحدث ذاته إن تنويع البلدان التي يتم التصدير لها صار حاجة ملحة، حيث يتم التركيز بشكل كبير بالخصوص على بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط خاصة فرنسا وإسبانيا، ولكن لا بد من الانفتاح على أسواق أخرى كالسوق الأمريكية وغيرها، مذكرا بدعوة جلالة الملك إلى خلق دينامية اقتصادية وتجارية بشريط الساحل الأطلسي. يواصل التنسيق الوطني لقطاع التعليم بالمغرب خوض إضراب وطني ل3 أيام أخرى متتالية هذا الأسبوع، ابتداء من الثلاثاء إلى غاية الخامس المقبل. وبالموازاة مع هذا الإضراب ينظم المحتجون وقفات ومسيرات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بعد غد الأربعاء، إلى جانب التوقف عن العمل لمدة ساعة أوقات الاستراحة يومي الاثنين والجمعة المقبل. وأوضح التنسيق الذي يضم 33 تنسيقية أن الحكومة والوزارة في ظل الاحتقان الذي يعيشه قطاع التعليم بالمغرب تتعاملان بمنطق اللامبالاة مع مطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها. إلى هنا مستمعينا الكرام، إلى اللقاء. راديو